على الجهة اليمين حيكون عندنا حديقة كبيرة خلفها مسجد الآيا صوفيا. الآيا صوفيا يا جماعة مو بس عبارة عن مسجد. وقت قسطنطين بنى القسطنطينية، وقلنا هو اللي دخل الدين المسيحي في عام 326 تقريبا في مجمع نيقية الثاني في مدينة نيقية على ضفاف بحيرة إزنك. هذا الشيء نرجع نحكيه ونحن رايحين بورصة. دخل الدين المسيحي للإمبراطورية، فصارت الإمبراطورية مسيحية، وكانت روما تقريبا أغلب العالم، محتلة أغلب العالم أو بتحكم أغلب العالم بهذاك الوقت. فأنا حاكم أغلب العالم وديني صار مسيحي، فكل العالم شو لازم يصير دينه؟ مسيحي. فأنا لازم ابني رمز للمسيحية عندي في عاصمتي. فأمر ببناء الآيا صوفيا. بنيت لأول مرة 337 انتهى بناء، بقى 7 سنين من الأخشاب. تمام. فلاحقا تدمرت بزلزال في عام 405. 415 بنوها مرة ثانية من أخشاب كمان. تدمرت في 532 بثورة صارت على الإمبراطور جوستنيان. صار في ثورة هون من الشعب واحترقت نصف القسطنطينية، من ضمنها الآيا صوفيا الخشب. جوستنيان بعد ما أنهى الثورة رجع أمر ببنائها مرة ثانية من حجارة على الشكل اللي حنشوفه اليوم. عام 532 للميلاد، نحن 1500، لا نحن 2025. تمام، يعني تقريبا 1500 سنة. تمام، من 530 ل 2025 يعني 1500 سنة عمر الآيا صوفيا اللي حنشوفها هلا. طبعا وقت محمد الفاتح 1453 فتح القسطنطينية، كانت عادة العثمانيين بيحولوا أكبر معبد للدولة اللي بيفتحوها لمسجد وبيتركوا باقي حرية العبادة. فحولوا الآيا صوفيا إلى مسجد. طبعا آيا صوفيا معناها الحكمة الإلهية أو الحكمة المقدسة، معناها قدسال بيلجليك الحكمة المقدسة، معناها كلمة آيا صوفيا. فمحمد الفاتح وقت فتحها حولها لمسجد للمرة الأولى. استمر هذا الشيء لسقوط الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية لاحقا، تحول لمتحف. تمام. بعدها في عام 2020 يعني من 5 سنين تحول للمرة الأخيرة لمسجد مرة ثانية. صار الأتراك فيهم يدخلوا بجميع الأوقات، المسلمين فقط أوقات الصلاة بيدخلوا عليه. تمام. عملوا قسمين طبعا، بوابة للدخول للطابق الأرض اللي مدوه بالسجاد وحطوا فيه كتابات إلى خلينا نقول آيات قرآنية وأسماء الحسن وحسين والرسول صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله، علقوها بلوحات كبيرة. تمام. وسجاد تحت. طبعا هذا مثل ما حكينا، انتم لو تيجوا مثلا وقت الصلاة بتدخلوا عليه بتصلوا وبتطلعوا، بعد 20 دقيقة من وقت الصلاة بيأخلوه كامل، بيرجع الدخول في حرس على الباب على الهوية التركية انه للمواطنين الدولة الدخول مجاني دائما. القسم الثاني في الخلف موجود على يمين الآيا صوفيا، خلفها في بوابة بتاخذنا على درجة طابق البلاكين الداخلية للآيا صوفيا اللي هي نقلوا عليها اللوحات الفسيفسائية خلينا نقول اللي بتحكي عن مريم العذراء وسيدنا عيسى. تمام. شالوها نقلوها لفوق وحطوها خلوها في المتحف. المتحف دخوله 25 يورو من الجهة الخلفية. تمام. والمسجد دخوله من الجهة الأمامية، وقت الصلاة للجميع مجانا، خارج أوقات الصلاة للأتراك مجانا. طبعا خلف الآيا صوفيا تماما يا جماعة على اليمين، على يمين الآيا صوفيا إذا رحنا يمين للأخير وطلعنا للأخير حنشوف بوابات قصر التوب كابي. بوابة قصر التوب كابي حنشوفها على يمين خلف الآيا صوفيا، يعني خلف يمين هاي بوابة الطبقة بقصر الباب العالي. هو القصر اللي بتشوفوه بوقت اللي بتصوروا مسلسلات عثمانية، قصر كبير وسلطان عم بيتمشى بين الحرس وكذا، هذا هو القصر. 380 سنة حكموا العثمانيين من هذا القصر. بعد 380 سنة من وين حكموا؟ من دولما باهتشي حكينا عليه ونحن رايحين على أورتاكوي. 1853 انتقلوا من هنا إلى ساحل البوسفور وتابعوا من هناك قصر دولما باهتشي، قصر تشراغان حكينا عنه، قصر يلدز حكينا عنه. هاي القصور انحكم منها خلال ال100 سنة الأخيرة من الدولة العثمانية. هذه آيا صوفيا فيها ترميم طبعا. هاي القسطنطينية هي المنطقة، منطقة الحكم الروماني وعاصمة الدولة الرومانية، ثم صارت عاصمة الدولة العثمانية. وهذا مسجد آيا صوفيا اللي بالأساس كان كنيسة وتحول مسجد، لأنه مسجد تفسخ الأحذية هنا.
آيا صوفيا. المتحف فوق، دخول بفلوس نقلوها. الدور الأرضي مفتوح مجانا. هذه آيا صوفيا. هذا طبعا في تأمين حاطين هذول. كمية الزوار يعني كبيرة باعتبار مزار سياحي. متحف فوق زي ما قلنا. Bu tarafa gel. هذه الرسمة الأصلية كده ولا طبعا الدخول للدور الأرضي مجانا، لكن للمتحف اللي فوق بفلوس 25 يورو. دخلنا الحين ويا الباقي علشان نشوف. بالنسبة للنساء لازم يغطون شعرهم لأنه مسجد. هاي صوفيا. hanımefendilerin yanına. Evet, hanımlar bu arada.
الآن هذا مكان مخصص للصلاة.